السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وما ناقصكم حتى خير ان شاء الله. البنات بغيت نشارك معكم هاد المحنشه باللوز هماويه. البنات كتجي، ما نقولش لكم كتجي غزاله، رغم ان هنا في اوروبا ما عندناش داك الورقه زعما بحال المغرب، ولكن درت لها واحد الطريقه وواحد السر اللي جات معلكه بالنسبه للبنات هنايا اللي عندهم مشكل في الورقه ما كيلقاوهاش. الصراحه حنا عندنا الورقه هنايا غير كنلقاوها جامده وديال الشينوا. المهم انا درتها بهذه الطريقه، جات ما نقولش لكم. كنتمنىكم حتى نتوما تجربوها، وما تنسونيش بالتعليق ديالكم وتبارطاجيو القناه علاش لا. اول حاجه البنات هنايا غندوز نغسل اللوز. كنشريه مقشر، ضروري كنغسلو، نحيد منه الغبره ونحيد منه داكشي كاع. عندك الشيء تاع رمضان دابا كلشي غسلته وسقطرته، يعني كيكون فيه الغبره. هنايا البنات من بعد ما غسلته خليته واحد 10 دقائق في الماء سخونه، من بعد نشفته بالكاغط. ودابا هو اللي غادي نطحن. هانتوما بنات كنطحنو غير بوحدو، كنطحنو بلا سكر بلا والو، كنطحنو تاتي. انا غنوريكم القوام ديالو. صافي البنات كنشوف هكا القوام ديالو، كنزيد نطحنو واحد شويه، ماشي نخليوه حتى يتعلك مره، حقاش مازال غنطحنو الطحنه الثانيه مع السكر. من بعد ما طحنتو كما كتشوفوا، دابا درت عليه واحد الكاس ديال السكر. البنات عندي نص كيلو ديال اللوز اللي درت، نص كيلو ديال اللوز. صافي دابا غادي نزيد نطحنو باش يتعلك ليا، باش نصوبوا واحد العقده ويسهل علينا. طريقه سهله البنات وكيجيو، ما نقولش لكم البنات جاو معلكين، جاو زوينين بزاف. صافي كنزيد نطحنو. نتوما على حسب الماكينه، على حسب الماكينه عندكم الروبو ولا عندكم اي ماكينه، المهم كتحسوا به راه صافي ما يبقاش فيه طروف. وهكا القوام ديالو كيولي بحال هكا، كيولي يتجمع لكم. صافي البنات من بعد ما طحنتو مع السكر، هانتوما البنات كما كتشوفوا كتحسي به كيتجمع. هنايا البنات غناخذ 2 معالق ديال المربى ديال الكوفيتير، اللي متوفر عنده غليكوز يدير باش يبقاو لنا هذوك، يبقاو لنا دوك، يبقى لنا المحنشه تبقى لنا معلكه من الداخل. هنايا درت واحد المعلقه كما شفتوا، معلقه كبيره عامره مزيان ديال الزبده. هنايا غندير شويه مسكه حره، هذه راه ماشي كلها مسكه حره، راه خديت غير 3 الحبيبات وطحنتهم مع معلقه ديال السكر. صافي غنخلطوا البنات. انا البنات شوف، اللي كتعجبو القرفه يدير القرفه. انا بغيت تكون ديك النكهه ديال اللوز، كتعجبني ديك النكهه ديال اللوز. انا الكاوكاو كندير له القرفه، ولكن بالنسبه للوز كيعجبني يكون غير المزهر. صافي يعني كتجي واحد المذاق ديالو زوين اللوز. صافي ضروري البنات هنايا نقدر نقول لكم واحد نص كاس ديال المزهر اللي درت. كنبقى ندير شويه بشويه وانا كندلك. كتبقاو تدلكوا فيا البنات، واخا ان يخرج لكم من بعد الزيت، الا دلكتوه مزيان راه غيخرج الزيت، وبقاو تدلكوا راه غتجمع عاوتاني الزيت، غتولي تشربوا. صافي حتى تحصلوا على واحد العقده. وكاين اللوز اللي ما كيخرجش الزيت بزاف، بحال انا دابا هاد اللوز ما خرجش ليا الزيت بزاف، خرج ليا واحد شويه. صافي وليت زدت دلكتها عاوتاني مزيان، وصافي وهي تشرب داك الزيت ديالها. المهم غير هي ضروري كتبغي واحد 10 دقائق دلكوها مزيان باش تخدم، باش ما تقطع لكم الحلبة، ما يتقطعوا ما والو. واللي بغى يديرها البنات في العجانه يديرها حتى في العجانه، راه في الساعه كتدير. صافي البنات ها نتوما من بعد ما حصلت على هاد العقده، كتجي هكايا على هاد القوام. هانتوما كتجي رطبه هاد العقده، كتجربوا كديروا واحد الحربول وما كيتقطعش. صافي البنات انا غادا ما غندخلها للثلاجه لا والو، غنخدمها ديريكت. غنكورها وديروا واحد الكويرات اللي يكون فيهم الحجم ديالهم ما بين 10 غرام ل 15 غرام، اللي عنده الميزان يعبر، واللي كدير طلبيات الناس من الاحسن تعبر، واللي كتخدم راسها راها ماشي مشكل. بغيتو ديروا بحال هكا حرابل تسهلوهم باش من بعد تلويهم، بغيتو ديروهم درتهم انا بحال هكايا ها، باش ماشي كل مره نبقى نحربل. يعني ملي نبغي نخدم نلقاهم صافي، نلقاهم واجدين. البنات انا شريت هاد الورقه ديال الشينوا كما كتشوفوا، ديال 40، اللي كيكون الحجم ديالها
البنات اللي بغى يستعمل هاد الورقه من الاحسن يكون ديال 40، كي تكون الحجم ديال صغيره على ديال 30. صافي كناخذ غير واحد الكميه هادي باش تخدموا بها البنات. راه خاصها ترجع في الميكا وخاصها تغطى ما يضربهاش البرد، وخصكم ما تحلوش الشرجم ولا الباب تاع الكوزينه، يعني راه في الساعه كتكرم، والا كرمت راه غتصعب علينا هذيك المحينجات باش نلويوها. صافي كنقسمها بحال المثلثات. بالنسبه اللي متوفر عنده الورقه الدائريه دايره مدوره، راه غيقسمها على جوج واللي يقسم بحال على 4. راك فهمتوني؟ هنايا البنات غندير الزبده. هو باش غادي نسد الزبده راني ما خليتش فيه نهائيا الماء، رجعتها بحال النوازيط وزدت عليه شويه الزيت. صافي كندير البنات هاد الطريقه هانتوما كيما شفتوا. انا مازال غنعاود معاكم. صافي هنايا كنجيب واحد هذا كنلصق بشويه ديال الدقيق، خلطته مع ما الزهر. اللي بغى يدير البيض ماشي مشكل. صافي كنبقى نلوي بهذه الطريقه البنات. رخفوا ايديكم ما تزيروش باش ما تطرطقش. صافي وداكشي اللي شاط راه كيكون ناشف غير حيدوه، من الاحسن تحيدوه. صافي كيجي هو هذا القوام ديال عفوا هذا هو الشكل ديالها. كيجي حلو، كيجي الشكل صغيور. المهم ها نتوما كما كتشوفوا داك الزاويه دائما كنخليها لقدام هي الاخرى. كندهنهم بهاد الزبده والزيت. الزبده كنأكد عليها ديروها فوق النار حتى يحيد منها اللبن ولا الماء، ولا ما يبقاش فيها الحليب نهائيا. صافي كنجيب داك الحربول، كتزيدي تسرحيه انت، كتاخدي واحد القياس، كتخلي واحد السنتيم على يدك اليمين على يدك اليسرى من القدام، كتخلي واحد السنتيم باش تطوي. هايدا البنات صافي كتبقاي تمشي بهذه الطريقه. المهم الفيديو راه واضح. ضروري ملي كندير نضغط عليها. وصافي هذاك الرويس اللي بقى كندير له شويه ديال الطحين مع الماء الزهر اللي خلط. صافي كنوقفها بحال بغا ندير كعب الغزال، كنوقفها بحال هكا وكنزيد نلوي. كنلوي داك الجهه كنبدا من الراس، راه كيكون خاوي ما كتكونش واصله فيه العماره. صافي ومن هنايا كنقطع. يا نتوما يا عينكم ميزانكم بغيتو، الا بقات شي شويه ديال الورقه خارج ضغطوا عليه بهذا الراس ديال موس ولا هكا كما شفتوني انا درت، ولا بهاد الشويته الصغيره. صافي كنحاول نزيدها الزبده باش ما تنشفش لينا. بالطريقه راه ساهله، اسهل حاجه هي اللي راه اسهل من البريوات، غير هي ترخفوا ايديكم معاها ما تزيروش. البنات هاي انا من بعد ما ساليت الكميه ديالي. المهم راها نشفات، كنخليها واحد نص ساعه بحال هكا حتى تنشف. صافي وكندخلها للفران، ما غنقليها ما والو، غنزيد عليها غير شويه ديال الزبده هكا من الفوق. صافي وغادي ندخلها للفران. كيجي الشكل ديالها هكا. وكما قلت لكم راه الورقه ناشفه عندي، الورقه ناشفه بزاف ما تصوروش شحال ناشفه. يعني الا ما رطبتيها بالزيت والزبده راه ما تبغيش تلوالك، غتقرض لك. غا هي اللي كيستعملوا. وبالنسبه للناس اللي في المغرب تبارك الله السلعه موجوده، حتى توجد العقده ديالك وداكشي وعاد تمشي تشري الورقه كتجي ميدمه، ما كتحتاج لا زيت ولا زبده. الفران عندي البنات راه سخون، غندخلها الفران. حاولوا تخليوها 10 دقائق 15 دقيقه على حسب الفران، غير تحسوا بها نشفات بحال هكايا. تقلبوها، راه ماشي تخليوها حتى تحمار، راه غيكرم لكم اللوز وما غاديش يبقى لنا اللوز معلك. هادو هما الاسرار ديال هاد المحينشه باش تبقى لنا، باش البنات ما تيبش لينا العقده ديالنا. الا بسات لينا العقده ديال اللوز كتولي قاصحه ما كتجيش مزيانه. ها هي البنات من بعد ما دخلتها نتوما كما كتشوفوا اللون ديالها هو هذا عادي. المهم كتضغطوا عليها من الوسط، كتشوفوها نشفت مزيان. صافي عرفوا راه طابت. صافي البنات ما تكثروش فيها الطياب نهائيا باش تبقى لنا العقده ديالنا ناجحه. انتم البنات كيجي الشكل ديالها الصراحه زوين، غير كتضغطي عليها هكا بصبعك كتعرفي طابت. صافي هنايا البنات غدا راها سخونه، غدا نزيد نديرها في العسل. انتم البنات انا هاد العسل راني صوبته، ما عرفتش واش غنسبق العسل ولا نسبق البقلاوه اللي غادي نحط لكم. المهم بحال صبقت البقلاوه راه غنتبع عليها العسل.
المهم العسل هو البنات صوبته ناجحه البنات. هذا العسل خلاها معلكه كيلصق في الشباكيه. العسل ساهل، كيجي واحد المذاق ديالو زوين. حتى هو غنحطو لكم، ولكن ما عرفتش شنو اللي غنحط قبل، واش غنحط العسل ونحط بقلاوه. صافي البنات غنخليها في العسل البنات واحد 4 السوايع حتى ل5 السوايع. الا صوبتوها بالليل خليوه حتى الصباح ما يوقع ليها حتى حاجه البنات. غتزيد تعلك وتزيد تشرب لنا العسل. ومع ذلك كتبقاو تحركوا فيها اللي لتحت كتهزوه الفوق واللي الفوق كتصبطوه لتحت. صافي دابا يا البنات انا راه قلبتها شحال من مره. دابا غادا ندوز نديرها في الشبكه باش تسقطر لنا من العسل. هانتوما البنات كيفاش كيجي الشكل ديالها. صافي البنات من بعد ما سقطرتها من العسل درتها بحال هكا في الكويغطات. اللي بغى يديرها في الكويغطات هكا. وبالنسبه للتزيين تيبقى اختياري، ممكن تخليوها بحال هكا، ممكن ديروا ليها شويه ديال اللوز بحال هكا كما درت لي انايا اللوزي فيه اللي ممكن. المهم التزيين تيبقى اختياري البنات. هانتوما البنات كيفاش جات زوينه بزاف. جربتها جات واعره البنات. كنتمنىكم حتى نتوما تجربوها. وبالنسبه تحتفظوا فيه بالمجمد راه ما كتخسر ما والو. غير ديروها في واحد السوبيره تكون غير تديروها البنات في واحد السوبيره اللي تكون مسدوده، وما بين طبقه وطبقه ديروا واحد البلاستيك غذائي. راه تبقى لكم حتى العام ما كتنشف ما كتيبس ما والو، كتبقى بحال لا يلا درتوها البنات. كتبقى زوينه. ولكن الاسرار اللي قلت لكم ديال الطياب ديال الفران راه هو اللي كيلعب دور. وهذا مكان البنات هو هذا البلاطو ديالنا كيجي على هذا الشكل. ما نقولش لكم البنات هماويه المحنشه. ديروها ان شاء الله رمضان. وغنفتح معكم واحد الوحيده وتشوفوا كيفاش جات من الوسط. ونقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. وغنفتح معكم وحيده وشوفوها كيفاش جات النتيجه ناجحه 100% البنات مع العقده. بسلام عليكم.